أهلا أصدقاء السينمائيون، اليوم موضوعنا عن الإنتاج الفني العراقي، وراح نوضح كل التفاصيل اللي هي سبب ضعف الإنتاج عندنا بالعراق، مع التنويه إنه هذا النقد هو نقد بناء وليس للتسقيط، لأن إحنا غايتنا إنه نرتقي بالإنتاج العراقي سينمائيا وتلفازيا. ويلا بينا. ما كنت متوقع هذا الكلام منك، بس خل اقول لك شغله. لا تقل لي بعد، لا تحكي وياي لأن تشكك بي، بس تدري أنت أخوي وأنا مسامحك. لا بعد لا تحكي وياي دام تتحسس مني، بس تدري انت هم اخوي ومسامحك. لا كافي بعد، فشلتني بعد ما صرت طيب وسامحتك. بس خلي أقول لك شي. لا بعد كافي، انتهى الكلام بيناتنا وانتهت خوتنا. بس خل اذكرك بشي. لا تذكرني وتحيج المواجع. تتذكر لما كنا نروح لصدرية فريك كاو جيمر يا مسؤول، بعدها نروح للبالة ما بشرجي. يا اخوي يا ابو جاسم. الأسباب متنوعة وراح نذكرها، وراح نذكر تأثير كل جزء منها على العملية الإنتاجية. أولا التحديات الإنتاجية. بالعراق عندنا قلة بتمويل الأعمال الفنية، والميزانيات المصروفة ممكن تكون غير كافية حتى يحققون أفضل نتيجة. فمثلا يجيك منتج أو شركة منتجة ويقول لك أريد عمل قوي ويحقق انتشار ومشاهدات هواي، وبنفس الوقت يرجع علي بالمنفعة وبتكلفة قليلة. هذا الشيء راح يقيد المخرج وما يقدر ياخذ راحته بالإبداع حتى يخلي الميزانية تكفيهم، وممكن راح يتخلون عن هواي لمسات فنية واللي ممكن تأثر على جودة الإنتاج. فمثلا المخرج العالمي كريستوفر نولان قال بوحدة من مقابلاته: كان عندي فيلم جاهز للتصوير لكن كنت منتظر المنتج المناسب. قال وحصلت منتج لكن ما اعطاني الميزانية المناسبة وما حسيت راح أبدع بيها هاي الميزانية، لذلك انتظرت المنتج المناسب حد ما انطاني ميزانية أكبر. بعدها بديت بتصوير الفيلم وبالتالي حققت نتائج رائعة. وكلنا نعرف أعمال نولان ايش قد قوية وتحف فنية، وهنا نستنتج أن الميزانية المناسبة لها دور كلش كبير ومهم. ضعف البنى التحتية، فإحنا هنا ما عندنا استوديوهات ضخمة للتصوير مثل استوديوهات وارنر بروس أو هوليوود، فهذول عندهم مدينة كاملة خاصة للتصوير. غياب الدعم الحكومي والمؤسسات الثقافية للإنتاج الفني، فمثل ما ذكرنا سابقا أنه الدعم المادي وتوفير الموافقات والتسهيلات بالتصوير والميزانيات لها دور كلش كبير. لذلك نحتاج دعم الدولة لتوفير تمويل لأعمال وفق شروط معينة ينبنى على أساسها الإنتاج، لأن السينما راح تعكس صورة البلد وتوجه أنظار الناس عليه، وبنفس الوقت ممكن نحل قضايا اجتماعية ونغير فكر مجتمع كامل من خلالها. اثنين، الكتابة والسيناريو، وهاي واحدة من المشاكل الرئيسية، لأن أهم شيء بالعمل الفني هو القصة. فإذا كانت القصص مكررة وتعتمد نفس الفكرة بكل مرة لكن بمواقع تصوير وتصميم إنتاج مختلف، أكيد ما راح نحصل على شيء مثير للاهتمام ويكون العمل سطحي وضعيف. فمثلا عندنا إذا قدموا عمل وشافوا الناس حبوه راح يبقون لازقين به فد 10 سنوات اللي قدام. وهنا راح يجي سؤال: هل إن الكتاب القدماء محتكرين موضوع الكتابة لنفسهم من خلال علاقاتهم وده يقدمون لنا هاي الأفكار الاعتيادية المملة والمكررة، أم إنها بسبب قلة وجود الكتاب؟ فإذا كان السبب قلة وجود الكتاب فأنا متأكد أكو هواي فئة من الشباب مهتمين بموضوع الكتابة بشكل كبير، لذلك لازم تكون اكو تحركات من قبل نقابة الفنانين على إقامة ورش للكتابة للأشخاص اللي مهتمين بموضوع الكتابة حتى نقدر نشوف تنوع بالأفكار وتطورها. ثالثا، الإخراج والإبداع البصري. بجانب الإخراج دا نشوف الأساليب التقليدية تستخدم مرارا وتكرارا، وهذا له علاقة مباشرة بالسيناريوهات المكررة اللي دا نشوفها، وبنفس الوقت هذا مو سبب ولا تبرير لقلة الإبداع. فمثلا والأمثال تضرب ولا تقاس. فيلم جون ويك الجزء الرابع كان السيناريو اعتيادي ومليان كذب بشكل خيالي، بس كان الإخراج والإبداع البصري شيء رائع، يعني رغم الكذب المبالغ به بس راح يعجبك وغصبا عليك هم مو برضاتك. فضروري ان المخرجين ينطون وقت اكبر لنفسهم وللتحضيرات ويحددون رؤيتهم الفنية بشكل واضح ويمشون على خطة فنية بشكل دقيق، وبنفس الوقت يكون المرنين للارتجال لأسباب فنية. احنا اعمالنا مرتبطة بشهر رمضان وهاي الدائرة احنا بيها من قديم الزمان، فاتمنى انه نكسر هاي الدائرة ونصير نقدم اعمال فنية اكثر بعيدا عن رمضان. وعلى اي حال حتى اذا كان العمل برمضان فانت مو تجي قبل رمضان بفترة قصيرة وطب طب 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 يلا مشي كل شيء يمشي عليهم العراقيين. لا حبيبي ماكو هيك شيء، احنا ب 2025 تقريبا كل الناس صار عندهم نت وصاروا يشوفون أعمال فنية أكثر سواء عربية أو أجنبية أو غيرها، وزاد إقبالهم للسينما. حتى إذا كانوا ما يتابعون الأعمال الفنية بشكل مباشر فأكيد وهم يتصفحون بالسوشيال ميديا راح تطلع لهم مقاطع
وراح يلاحظون الفرق من خلال مقارنتها ويا أعمالنا. فضروري تهتمون بشغلكم وتحترمون عقل المشاهد. أما بالنسبة للإبداع البصري من ناحية التصوير وتصميم الإنتاج والإدارة الفنية وغيرها، فعندنا شباب يشتغلون شغل رائع، وضروري يكونون تحت الإيد الصحيحة أو الشخص اللي عنده رؤية فنية حقيقية حتى يطلعون وياه شغل قوي. فمثلا بإدارة التصوير عندنا الأستاذ مهند السوداني، فهو صاحب معرفة ورؤية فنية عميقة وحاصل على جوائز عالمية. فضروري إنه نستثمر هيك مواهب حتى نحصل على أعمال فنية أكثر. كلش طبيعي إنك كمخرج تسأل الكادر مالك وتاخذ فكرة أو إلهام من أي واحد بيهم، لأن أنت تقدم شيء فني والفن هو إلهام. رابعا اختيار الممثلين، وهذا الشيء قبل لا نحكي به فكل المشاهدين يعرفوه، وهو تكرار الممثلين وماكو فرص للوجوه الشابة الجديدة. ويرجع هذا لثلاث أسباب رئيسية، وهي السبب الأول أنتم تعرفوه كل زين وما يحتاج أقوله، والسبب الثاني أنه المخرجين ما يريدون يتعبون نفسهم ويا الممثلين الجدد، لذلك نشوف نفس الوجوه تتكرر، لأن يقول لك هذا عنده تجارب وما يتعبني مشي. أما السبب الثالث هو لأسباب تجارية، إنه يجيبون شخصيات مشهورة ويخلوهم ممثلين حتى يضمون جمهور هاي الشخصيات لجمهور العمل، بالإضافة للأداء المبالغ به أو ضعف التدريب التمثيلي، بحيث ما تلقى الممثل يستعد ويبني شخصيته للدور قبل فترة مناسبة حتى يتقمص الشخصية بشكل مثالي. خامسا غياب الهوية، وهنا يجي سؤال: هل الأعمال العراقية دا تحكي الواقع والمجتمع بشكل حقيقي وصادق وبدق التفاصيل؟ كتبوا لي بالتعليقات رأيكم. فجواب هذا السؤال هو اللي راح يحدد مدى ارتباط الجمهور بالعمل اللي دا يقدموه. فمثلا من أعمال 2024 العراقية اللي انتشرت بشكل كبير هو مسلسل الجنة والنار. كان سبب انتشاره مو لأنه قدم جودة عالية، لا، انتشر لأنه قدم شيء مرتبط بالجمهور بشكل كبير، وراح نحكي مستقبلا فيديو ثاني وخاص عن المسلسل. سادسا التسويق والتوزيع، فهذا الجانب يعتمد مثل ما ذكرنا سابقا على المشاهير اللي يخلوهم بالعمل حتى جمهور المشهور يصيرون جمهور للعمل وبلا بلا بلا بلا. وبنفس الوقت بدنا نقدم أعمال بجودة عالية لدرجة أنه يتم تسويقها خارج العراق، لذلك نتمنى أنه بالقادم نشوف شغل حقيقي يستحق أنه يتم تسويقه بكل فخر على أنه عمل فني متكامل. سابعا دور الجمهور، ممكن تتفاجأ من دور الجمهور بإنتاج أعمال فنية بجودة عالية. هسه تقول لي شلون؟ اسألني شلون؟ فمثلا دا نشوف شركات عالمية مثل نتفليكس تنتج أعمال مصرية وتصرف عليها مبالغ كبيرة، والسبب لأن عندها جمهور كبير هناك. أما بالنسبة لنا ما توصلنا أي شركات منتجة عالمية، لأن المشاهدين أغلبهم يعتمدون على وسائل مقرصنة ويتابعون بشكل غير قانوني. وبنفس الوقت لو نعتمد على منصات عراقية مدفوعة، ممكن هالشي راح يحفز المنتجين إنهم يدفعون مبالغ أكبر لإنتاج الأعمال العراقية، وما نحتاج للشركات العالمية. لذلك يا صديقي اللي دائما ينتقد الأعمال العراقية، صح هو هاي أسباب من عندهم، لكن أنت واحد من هاي الأسباب وسبب كلش مهم بنفس الوقت. وبالنهاية الأسباب تتعدد، لكن هو شيء مرتبط بشيء، وكل جانب له تأثير على جانب ثاني. أي أن هالموضوع صاير بطتنا بطت ببطن بطتكم، مثل ما بطتكم بطت ببطن بطتنا. إذا نسيت شغلات تذكرها اكتبوا لي إياها بالتعليقات، وقولوا لي شنو رأيكم بالإنتاج الفني العراقي، ودا تشوفونه كتطور بآخر سنوات لو لا. تقدرون تتابعونا على باقي المنصات حتى نخلي عائلتنا السينمائية تكبر أكثر وأكثر. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد يخص السينما. كان وياكم حسين رسن، وهذا برنامج في المينو، وأكيد لا تنسى تو enjoy.